دورة أو في نهاية أي لقاء أو مرجع وتقديم لفريق الإقليم لازم يكون في تقييم، وهنسمع التقييم من نخبة ممتازة من فريق التدريب. فعايزين نسمع لكل كلمة تتقال على أساس نراعي كل السلبيات. مفيش أي حاجة تظهر، مفيش أي حاجة تعمل إلا يكون في سلبيات وإيجابيات. إحنا عايزين نشوف السلبيات بتاعتنا ونتلافاها في أي تدريب أو في أي كارثة أو أي حاجة أو في أي استجابة لأي كارثة من الكوارث نتلافاها في حالة الحدث أو أي كارثة تتعرض لها أي محافظة من المحافظات اليوم. والأخوة الزملاء اللي هم المسؤولين أو فريق التدريب هيدونا كل الملاحظات من خلال تجاربهم وتعمقهم في هذا المجال. ونتعشم ان احنا يعني كل السلبيات اللي هي لاحظوها علينا ان احنا نتلافاها مستقبلا. اتفضل يا محمود. شكرا. نرحب بضيوفنا وان شاء الله خبرتهم. انا اكتشفت انه الاستاذ عنده علاقات قويه بمجال اداره الكوارث، وشارك في كذا وعده يعني مناسبات، يعني مش مناسبات، عده كوارث، وكان صراحه اندهشنا بملاحظاته يعني لما عمل الزياره الميدانيه، وحكينا في تكنيكال يعني مش كمسؤول زاهي شغلك. شكرا كثير. هو يعتبر رئيس غرفة العمليات. إذا أظن رايحين نتناول التقييم، وعارفين إنه أرهقناكم وتعبناكم لمدة أسبوع وكرهتونا على كل حال، لكن إن شاء الله خلصنا والحمد لله. نتناول التسلسل، راح نحترم تسلسل المواضيع اللي تناولناها اليوم، ونبتدي مباشرة بالإخوة المشرفين على الموضوع الأول اللي هو الإسعافات والدعم النفسي لإلهام وأسامة ومروة. يجوزنا انطلاعهم بشكل مختصر، يعني عدد ما شاء الله كبير، نحاول نختصر في الإجابات والتعليقات تكون يعني رسالة تكون دقيقة لا ولا لا طارق. عندك والله عندك. يعني هو هذا الحمد لله رب العالمين كان فيه يعني مجهود كبير. احنا عارفين يعني هي الاسعافات الاوليه دي حاجه بتبقى ما بتبقاش يعني هي الكارثه كلها احنا مش بنحضر لها، بس حقيقي النهارده كان فيه يعني على قدر المعلومات اللي اتاخدت في الدوره كان فيه اداء نسبه كبيره جيد في الاسعاف الاولي. ان شاء الله نتمنى المزيد. هنحتاج الفتره الجايه احنا مع بعض نقوي الجزئيه بتاعت الاسعافات اكتر واكتر، لكن في المجمل الحمد لله قدر الاستفاده من المعلومه اللي كانت داخل المحاضرات تم تطبيقها بشكل جيد على الميدان. بس ده كان مريض. حابب تضيف حاجه دكتور؟ انا بتحيم بس والله. اللي جاي يعمل زي أنا أول حاجة نشكر فريقي بتاع الدعم النفسي وجميع البارتيسيبنت اللي شاركوا في التريننج بتاع الدعم النفسي لأنهم كانوا ممتازين جدا. اليوم اللي صار في الدعم النفسي الفريق كان أداؤه متوسط نوعا ما بصراحة، يعني مش كما توقعاتي، على خاطر كما قلنا مع بعضنا في نهاية السيشن كنتوا ممتازين جدا والتفاعل كان رائع جدا، وبصراحة كملت الكورس بتاعي وانا فخوره جدا بيكم. فكانت عندي هاي اكسبكتيشنز او توقعات عاليه، ولكن يمكن عامل المفاجاه او عامل الصدمه والكارثه اربك عندها بعض الناس وخاصه فريق الدعم النفسي. ولكن بوزيتيف بوينت كانت انه حتى فريق الدعم النفسي ما عملش حاجه كبيره، ولكن العديد من العناصر اللي هي كانت سبوست تعمل الاسعاف فقط
تدخلت وعملت دعم نفسي جيد جدا، واللي اكتشفته اللي الناس اللي عملت اسعاف نفسي كانت قادره انها تاخذ الوقت وتعمل دعم نفسي واجتماعي جيد جدا. فاكتشفت عناصر اليوم اللي انا بشوفها في المستقبل، يعني عناصر بتاع دعم نفسي رائعه، واللي نحن مش نستحقوا لهم برشا في الكوارث لا قدر الله. فانا بشكركم ونحيي جميع الناس. أنا أعرف إن الدعم النفسي يجي من طبيب نفسي لأخصائي نفسي، لكن ما أعرفش إن أنا آخد واحد النهارده أعمل له يدي دعم نفسي، لابد أنا أتدربه كويس عشان يبقى أخصائي نفسي. الدعم النفسي بالذات، حتى إحنا لما جربنا إن الدعم النفسي وده مسيرة، المركز العام بعت لنا بروفيشنال ناس دي تخصصها. يعني الولاد بتاعتنا ما تساعدنيش مننا، معذورين، لان الدعم النفسي تدريب عالي. يمكن الاسعافات الاوليه ممكن اقول له الكبيره تربط من هنا تعمل من هنا، يمكن يستوعبها في يوم في اسبوع معاك. يمكن الدفاع المدني اشيل ازاي، اعمل ازاي، انزل ازاي، يمكن. لكن الدعم النفسي شايف ان حكمت عليهم. لا معلش، الدعم النفسي بالذات علم في دكتور نفسي وفي دكتور وفي اخصائي اجتماعي نفسي في اخصائي نفسي، دي كلها علوم اخذ وقت للتعلم، فليهم كل العذر. يعني اللي يجيب منهم من وجهه نظري 10% يبقى انا لابد اسقف زي ما انت سقفتي. وما جابوا اكثر من 10%. لا ده هيبقى ممكن سنة وضح فيها حاجة مهمة جدا. أنا عايز أديكم وجهة مش نظري، وجهة نظر الاتحاد الدولي في ميدان الدعم النفسي. يعني لما نحكي على الدعم النفسي وأنا موافق وتمام يعني 100% مع أستاذ مصر. مستحيل إنك مروة أنت درستي كم في الجامعة؟ 4 و2 6 سنوات. عملت لي كم سيشن للمشاركين؟ 3 ساعات. 3 ساعات. لكن احنا نعلمهم مهارات. عارف يعني مستحيل اننا نطلب من الاشخاص انه يعملوا دعم نفسي، مستحيل يعني مستحيل. وانا اكره علم النفس مثلا مستحيل انا تطلبي مني اعمل دعم نفسي دعم. لكن الشيء اللي نطلبوه من البارتيسيبنت ومن عمال الاغاثه بصفه عامه ومش دعم نفسي، هو بعض الخطوط العريضه وكيف انك تتعامل، كيف انك تجيب تجيب الفيكتيمز او المتضرر وتاخذه وما تتصدمش بالنسبه لنوع من الانفعالات بتاعه، ممكن انه يكون مصدوم، ممكن انه يصرخ يعيط وكذا، وكيف انك تنقله من مكان الف الى مكان باء اللي هو غرفه الدعم النفسي اللي فيها اخصائيه نفسانيه. يعني نتفاهموا يا جماعه، مش انتم اللي تعملوا الدعم النفسي، الشيء اللي بنحاولوا نقدموه كدروس في الدعم النفسي للمتدرب بتاع دلوقتي، مش للي عنده الكارثه. يعني اللي فهمته من حضرتك دلوقتي ان انا بعمل دعم لمتدربي انا، على اساس ان هو لما يستقبل الحاله يبقى هو مدعوم نفسيا. هو في مجالين، صح في مجالين، وانه بنعلم البارتيسيبنت ونعلم عمال الإغاثة بصفة عامة وأنك كيف تتعامل مع المتضرر مع المصاب، وكيف أنك تتعامل يعني لازم نتكفل بعمال الإغاثة، لأنه هم متعرضين للضغط، متعرضين للإرهاق، متعرضين لعوامل خارجية تخليهم يتضرروا يعني صحيا يعني الصحة كما عارفين في صحة بس جسدية يعني صحة البدن، وفي الصحة النفسية. يعني الصحة النفسية الشخص اللي متعود يعيش يومه يعني حياته عاديا بعدين تطرأ عليه تغييرات، ولهذا عندنا احنا معايير في الاتحاد ولا حتى في المنظمات الدولية الأخرى. عمال الإغاثة مستحيل إنه يخلوهم أكثر من 4 أسابيع في الميدان،
واذا كان الميشن واذا كان المهمه بتاعهم تتجاوز ال4 اسابيع ففي سيستم للراحه، يعني 4 اسابيع يطلع برا البلد اسبوع ويرجع، ربما اسبوعين 3 يطلع اسبوع ويرجع 3، ما يتعداش 6 شهور، لانه خطير جدا يعني خطير. في ناس اداروا عمليات لمده كذا شهر، بعدين قعدوا يعني متضررين يعني عقليا ونفسانيا لمده سنوات. شفنا زملاء عملوا عمليات في الكوسوفو في البوسنه وفي حاليا في ناس تركوا الميدان الانساني وما حبوش يرجعوا الميدان الانساني. فلهذا في عندنا خليه في جنيف في سويسرا يعني في مقر الاتحاد يحكوا لنا احنا كعمال اغاثه في حاله ما اذا كان واحد فينا مثلا عنده مشكله واضطرابات نفسيه نتصل، عندنا رقم موجود في المكتب، نتصل واحكي مع اخصائيين نفسانيين، احكي لهم على مشاكلي يعني كمتدخل في ميدان الاغاثه. وبالنسبه لكم انتم يعني في مستويين، مستوى انك كيف تتعامل مع الاشخاص ومش انت اللي راح تقوم بالدعم النفسي، يعني على الاقل نحضروك نفسانيا بانه في ناس تتعامل بكذا بطريقه كذا، في ناس تتعامل بهافيوس كذا، في ناس يعني عشان انت ما تتصدمش اولا. ثانيا تاخذ الشخص وتسلمه بين ايدي الاخصائيين النفسانيين. ثم كانت عملت لكم دكتوره مروه امبارح حضرت جزء من المحاضره في قضيه الكويشنري، في قضيه الاسئله وتجيبوا على الاسئله، وهو نوع من سلم بين 20 و 30 حذاري، لازم تاخذ بالك على روحك، اكثر من 30 نقطه حذاري انت في خطر، لازم تشوف طبيب نفساني. يعني في مستويين، المستوى الشخصي ومستوى تقديم الخدمات. فلذا انا اؤكد مره اخرى مش طالبين انكم تعملوا دعم نفسي، طالبين انكم تعرفوا كيف تتعاملوا مع السيتويشن، بعدين تقدموا الشخص لذوي الخبره وذوي العلم. كلام كده نضل بتاعي وضحت السرعه، لان هي دعم نفسي على علتها ما بقتش. لا 6 سنوات و3 ساعات لا ظلم باين. وتشكرون يعني. لا انا باعتقادي برضه ان برضه الدعم النفسي اساسا استعداد الشخصي للفضل، عنده استعداد شخصي ان هو يجامل، ان هو يزور الناس، يجامل مع الناس مثلا يزورهم المستشفيات او يجامل الناس في الوفاه، ده استعداد شخصي. في ناس لا مبالاه، لا يهمه لا بيعزي ده ولا ده، انما عندنا مثلا في الريف عندنا لازم كل البلد تروح مثلا تعزي، فده استعداد شخصي للشخص نفسه اذا كان مكامل او غير مكامل. فدي بتتوقف على الشخص نفسه، وفي نفس الوقت انت اخذت الكورس ده عشان كيفيه التعامل مع الافراد او مع الناس اللي هي في امس الحاجه للمساعده. ده اللي هو الهدف. اما بالنسبه للدعم النفسي على اصوله لا لسه بدري عليه. شكرا. نواصل التقييم. جاي. أنا كنت إشراف على مجموعة تقييم اللي كان رئيسها محمود وكان أعضائها رباب ومحمد. هم بصراحة قد المسؤولية والتزموا فعلا في الوقت، وبعده أول تقرير سريع كان موثق بالأرقام وكان موثق بالصور وكان موثق كمان كان في إيد محمود بالأرقام وصور وخريطة وصور بالأعمار الصناعية. وبعتنا التقرير عن طريق النت، وبعتنا تقرير برضه تسليم يدا بيد لمدير العمليات علي. ونسقنا ده كان التنسيق المبدئي السريع في أول ساعة والتزم بالوقت، بعد كده كان في متابعة مستمرة وتنسيق مستمر، وطلبوا استمارات تقييم إضافية عشان كانوا بيقيموا كل ساعة يكتبوا الساعة اللي قيموا فيها على التقييم. وفي الآخر محمود عمل ما يشبه جدول الاستلام المعسكر، وكان كاتب فيه كل المعدات الموجودة بأعدادها. فأنا أشكر جدا فريق التقييم، بالفعل كان قد المسؤولية. في البداية أحب أشكر فريق اللواء اللي بص عليه النهارده ونشرف عليه النهارده. الحقيقة
يعني حابب ان انا بويرت. احنا اشتغلنا كتير قوي على التدريبات على العمل الجماعي، وكان فيها نتائج ما بين الكويس ونص نص، بس يعني افضل مره شفت فيها تطبيق العمل الجماعي كان في سيميوليشن اتعمل بره، شفتهم رائعين في الشغل مع بعض في الشغل الجماعي. كما كل منهم هم يعملوا مخيم اتعمل بالاشتراكات الموجوده، طبقوا فيه ازاي تخطيط المخيم اللي يكون فيه المكونات المطلوبه كلها في الوقت اللي كان موجود. احنا يبقى عندنا مخيم بعد الوقت اللي كان مطلوب. اكيد بيكون في اخطاء، لكن مش يعني الاخطاء دي كلها اخطاء فنيه، وارد ان احنا نتعلمها، وارد ان احنا جايين عشان نتعلم، جايين عشان نغلط، عشان نقوم بعض، عشان نساعد بعض، ونطلع من هنا عارفين ايه الصح بعد دوره زي كده. يعني حاسس ان احنا محتاجين شويه نشتغل على حاجات جزء فردي، يعني محتاجين نشتغل تخييم لوحده، نشتغل اسمها الاوليه لوحدها، ناخد موضوع نشتغل عليه بشكل اوسع معاكم. لكن في النهايه كان المجمل رائع، يعني انا مبهور بيكم بصراحه، بشكركم جدا. إدارة إعادة الروابط الأسرية النهارده ما كانش ليها دور كبير، بس هي اشتغلت في نفس الوقت. احنا كنا مستنيين ان بعض المنكوبين يكونوا محتاجين يكلموا ذويهم علشان يطمنوا عليهم، عشان نرجع تاني العلاقات العائلية بين الناس، لكن ما جالناش حد علشان يتصل. لكن الإدارة كإدارة قامت باللي عليها، بان هي كلمت كلمت إدارة اللوجيستكس علشان تجيب الهاتف، وما كانش فيه إمكانية لكده، فبرضه الإدارة ما سكتتش، كلمت غرفة العمليات علشان نقدر نجيب موبايل، وفعلا قدرنا نجيبه. وكنا دايما في الانتظار مستنيين أي حد، لكن زي ما قلت ما فيش حد جه. بس تشكر غادة رئيسة الإدارة إن هي كانت جاهزة طول الوقت ومستنية في أي لحظة إن أي حد يجي ويطلب إن هو يكلم ذويه. إدارة اللوجيستيك، وأنا بشكر الفريق اللي كان معانا، والحقيقة أنا بشكر كل فريق التدريب اللي كان موجود من الأسبوع من يوم الجمعة الماضي على المجهود اللي عملوه. بس عايز أقول حاجة بالنسبة للفريق اللوجيستيك بتاعنا، كان منظم من أول لحظة استلم فيها المهام، كان حط لافتات تعبر عن المكان اللي هو فيه، حط ايه هنا المهمات اللي مطلوب تسليمها ايه بالظبط. حتى لما كان بتنقص مهام في المخازن على طول بيغير مع غرفه العمليات ويقول انا ما عادش عندي بطاطين، بكتفي بس بقد كده. فكان يعني في تواصل جامد، بالاضافه انهم ساعدوا مع كل المجموعات. طبعا انا كنت بشرف على مجموعه متطوعين، وكان معايا مريم رئيسه المجموعه، وحسيت ان هم فعلا النهارده شغالين في فريق عمل كان متكامل، وكانوا بيغطوا اي فجوات تحصل مع بقيه الفريق من ناحيه الاغاثه او الدعم النفسي، وكانت باستمرار مستعده للتواصل معهم. فبحييهم وبشكرهم على التواصل الموجود بيننا وبين الفريق كله. حبينا نسمع آراء إخواننا الدرايفرز هيثم يشاركوا معنا في العملية. كنا كلفناهم انه ياخذوا المجموعة ويكونوا بيهم وتشيك بوينت. طبعا اشكر جميع فريق العمل اللي ادى بشكل جميل جدا وجيد جدا. شخصيا كنت انا او زميلي معانا عربيات الاسعاف، كنا بناخد المصاب وبنرسله الى المستشفى لان هو في حاله خطره تسمح الى المستشفى، وكنا بنرجع تاني نواصل دايما ناخد المصاب ونوديه للمستشفى. نشكر فريق العمل كله والمدربين. احنا بنشكر الاستاذ محمد عبد الله اللي ادانا الفرصه ان احنا نشارك في حاجه زي كده. شكرا يا استاذ محمد. والله شاركنا مع الاستاذ فؤاد في الليستنج. كنا اول حاجه صنفنا الاصناف الموجوده في المخزن، المهمات الموجوده عندنا يعني، وطبعا كانت اهم حاجه الاعلام عن المكان المتواجد فيه، وانا شايف ان هم اشتغلوا بروح الفريق. بشكره وبشكر مجموعتكم. ناقصنا طلعت محمد حسن وكريمي وبدوي.
ان شاء الله نازلين هم يشتغلوا على امور. شكرا. أشكر كل المشاركين وكل ساهموا هذا التدريب الميداني. كما قال الأستاذ محفوظ نمشي خطوة خطوة على السمتين. المهم المجموعة اشتغلت بتنسيق كعمل مجموعة عمل فريق. أنا المسؤولين على الهلال الأحمر المصري نهنئهم بولادة فريق وطني استجابة الحوادث. انطلاقا من اللي أعطينا الإنذار حتى كانت عندنا نقطة الالتقاء. نقطة الالتقاء كان عندنا يمكن كان الفريق أخطأ شوية في تحديد نقطة التجمع. أنا شككوني اليوم. قلنا 180 متر شمال 0 درجة ومشيتوا ل 37 درجة شمال غرب. فقلت ربما البوصلات بتاعكم لا جابت شمال صفر ولا جابت صفر. المهم هذا ما كينقصش من العمل اللي عملته المجموعة، ولكن لابد نوقف عن بعض النقاط، لأن من المفروض أنه قلنا نقطة الالتقاء هي نقطة اللي غادي يكون فيها تجمع يعني والموعد اللي غادي يتجمع فيها المسعفين. إذا كان ساعدنا العنوان ما اخطأنا فيه غادي يكون عندنا تعطل في الاستجابة. أوكي، هذه كنقطة. النقطة الثانية من المفروض أننا حركنا المسعفين اللي غادي يدخلوا الميدان، حركناهم على أساس أنهم يستجبوا بسرعة. اتفقنا مع الدرايفرز على أساس أنهم يكونوا عندنا في تشيك بوينت في وقت من الوقت، ولكن في وقت يعني أعطيناهم حددنا معهم الوقت إذ بنا أننا كنشوفهم من بعيد واتصلنا على أساس أن الفريق يتدرب على الإسعافات الأولية. المفروض عندنا الفريق يكون مدرب على الإسعافات الأولية ويكون يعني فريق مدرب. المهم وفي نقطة التفتيش جاءتنا مفاجأة. المهم نقطة التفتيش إلى حد ما يعني كانت يعني موفقة، إلا في بعض يعني لما شفتوا في السيشن اللي عطاكم أسامة الاحتياجات الشخصية ثم الانطلاق إلى المهمة. الانطلاق المهمة شفتوا الأوراق، هي كل أوراق اعتماد. ثم وصلتنا رشوة. في واحد دفع 100 جنيه. هذا يتنافى مع مبادئ الحركة. احنا نعمل بالعمل الإنساني، ويعني هو كعمل يعني في البداية كفريق مدرب يتدرب. المهم بعض الأخطاء اللي سهل أننا نتفاداها مستقبلا لما نكون في ميشن. ولما تخرج رشوة قد يقول بأنه أنت مخالف القانون. احنا لا نخالف القانون. وهذا اسمح لي محمد ممتاز، تشكر أيضا، ممتاز جدا. أشكرك. تسهيل العملية مش أكتر من كده. أشكرك لأنه لفت انتباهنا قضية الرشوة مش قضية بتصير في كل بلدان العالم. يعني الشخص يقول لك عشان أنجح مشي أموري طلع ونرشي لا ثم لا. المهم ندخل في يعني التكنيك، ولكن في الإسعافات يعني لما نتدخل في الإسعاف كفريق وطني أول شيء هو المسح الميداني. أؤكد على المسح الميداني لأنه إذا ما عملناش مسح يكون المسح اللي كتشوفه عند الجنود يكون يعني صف من المتدخلين، لأن في هذه الحالة إذا ما كانش عندنا مسح ميداني تكون عندنا ريسك على أساس أننا ننسى معطوبين وجرحى، لأن بعض المرات الجرحى ما نسمعوهمش. لازم يكون عندنا المسح الميداني، ثم من بعد المسح الميداني نتأكدوا بأنه مسحنا الميدان. لازم هو نقطة أخرى، لازم نحدد منطقة الخطر. نحدد منطقة الخطر
لان هذه هي المنطقه اللي فيها الكارثه علشان ما يدخلش حتى شي حد الا المتدخلين سواء من الاسعاف سواء من كل المتدخلين في الاسعاف. بالنسبه بعد لعمليه بعد الظهر عمليه بعد الظهر كانت في الاول لاحظنا انه كانت هناك ارتباك. ساعدتكم بكل صراحه ساعدتكم 40 دقيقه لانه اللي سبقت شويه يعني موعد الالتقاء استفدت من 40 دقيقه وهذا يعني سختم الموضوع شيئا ما ولكن هو العمل كان الى حد ما كان احترام ادوار وكان حتى المساعده وفريق التدبير المتطوعين تدخل ويدعم القطاعات اللي كان فيها نقص وهذا جيد لانه وهذا دور خليه للشباب المتطوعين. بالنسبه لموضوع الاغاثه على ما اظن كانت خيمه وكان نقطه الاغاثه كانت يعني مرتبه وحتى يعني الى حد ما كانت تستجيب للمعايير بالنسبه لنقاط الماء المراحل اللي كانت في المستوى المطلوب حتى الوقت كان في المستوى المطلوب. غرفة العمليات نعطيكم لما أعطيتكم محاضرة إدارة العمليات كنت أؤكد غرفة العمليات أرسلت 17 تقرير في مدة أقل على ساعتين أي بمعنى أن تقرير كل 8 دقائق وهذا شيء يعني يصب في معايير ولا يمكن مشيتوا يعني كانت غرفة العمليات إلى حد ما يعني منظمة كان عليها ضغط ولكن غرفة العمليات كانت مشات بشكل يعني منظم. كان فيها فريق تقييم اللي كان يعمل إدارة المعلومات وكان تنسيق بين إدارة المعلومات ثم التواصل اللي كان كل مرة كيبعث تقارير 17 تقرير في مدة ساعتين وصلت إلى غرفة العمليات المتأخرة اللي عندنا هنا. نقص في الإعلام من المفروض أن في إدارة في خلية غرفة العمليات يكون هو الفريق الوطني. أنا قلت بأنه شفت في عمل المجموعات قلنا أنه ممكن إدارة الكوارث ممكن يكونوا 98% من الفريق يكونوا مدربين وملتزمين في حين أنه 2% إذا كانوا ما كانوش ملتزمين هم اللي ممكن يخلقوا متاعب ومشاكل للفريق وللجمعية الوطنية. وواحد منهم ممكن إذا ما كانش مدرب على الإعلام في هذه الحالة ممكن يعطي تصريحات وهذه التصريحات لا تخدم الجمعية. إذا الفريق الوطني لاستجابة للكوارث لازم يكون مسؤول إعلامي وهو المسؤول أمام الإعلام لأن الإعلام تعرفوا بأنه إذا كان الإنسان غير مدرب والإعلام إما يلمع الصورة أو الذي يحدد بالمستوى. فيما يخص يعني التوقيت في الربكه اللي كانت في الاول هذا طبيعي حتى الجو ما كانش كيساعد ولكن كاول يعني تمرين محاكاتي وصلنا يعني للهدف. إلا أن أنا عندي بعض التوصيات يعني مستقبلا أتمنى أن هذا الفريق يتوسع وتعطى له فرصة لتمارين تخصصية وكذلك أكرر تهنئة الجميع بالأهداف اللي أعطوه في هذا اليوم وأهنئ إدارة أحمد الحصري بكل مكوناته وعلى كل من سهر على تدريب هذا الفريق لخلق هذا الفريق وشكرا.
كانش يعني متاكد من كل كلمه قالها، ما كانش انسان الا فيه ونزداد. ولكن انا اشكركم على الالتزام وعلى تنفيذ التعليمات وعلى نجاحكم في هذا التدريب، واشكر فريق العمل المشرف اللي هو قدر يوصل كل المعلومات في منتهى الامانه وفي يعني بصراحه متناهيه، ما خدناش اي نقطه قبل النقاش، وكان في مع استفاده لكم على كل مجال من المجالات اللي تم التدريب فيها. واشكركم شكرا جزيلا، واشكر فريق العمل اللي هو قام بنجاح اللي ساعد على نجاح هذه الدوره، ولولا فريق العمل ما كانتش نجحت هذه الدوره. وشرفتونا وبعد كده تضحكونا استاذ عبد الله نواصل مع بعض الزملاء. استاذ طلعت كان استحضار مع المجموعه عشان حضرنا المجموعه الشهادات. ممكن ندينا تقييما باختصار المجموعه كلهم ادوا تقييم. والله صراحه انا كان في الاول يعني ما كنتش راضي عن بعض الناس في المجموعه ديت، انما بعد يومين او 3 ايام لقيت كله صراحه بيحاول ان هو يجتهد ويوصل لاعلى مستوى هو عايزه. وطبعا انا كنت سعيد جدا ان اول مره ابقى مع مجموعه من المحافظات، وانا شايف ان ده يعني هيبقى نواه او يعني اساس لفيما بعد ان احنا ممكن يبقى عندنا فريق وطني فعلا استجابه للكوارث. وانا بشكر كل اللي شاركوا معانا، ولو انا كنت عصبت مع اي حد او اتفقت مع اي حد بعتذر، وشكرا جزيلا ليكم طبعا. ثم نحيل الكلمه لغنى كريمي اللي كان يشرف على مجموعه البغاء. بسم الله. شكرا للجميع، والله فعلا أول مرة نجي لمصر، وسعيد وفخور بالمجموعة اللي هنا كلها. البعض مش يتصور كونه ممكن ما عندوش المهارات الكافية أو ماهوش في المستوى. تأكدوا على أول ما بدينا في السلم هذا ممكن نحن في المستوى بتاعكم ولا أقل. النصيحة المثابرة. فما ميزة موجودة حاليا هي النت. أنصح الجميع كونه يكون مرتبط بالنت ويقوم بالدورات اللي تقريبا قدمناها موجودة على ليرنينج. موجود عدة كتب للتحميل من الفادنت من TMIS. فالبقية تبقى معناتها المصير بتاعكم بأيديكم أو بيد حتى حد. وشكرا للجميع. اخونا بدوي اللي كان عنده عمل مزدوج، كان يشتغل معنا كاي تي ككوميونيكيشن وكجزء احباط. لكن الشيء اللي خلينا نتشكل. تفضل بدوي. أنا فعلا مبسوط جدا إن أنا موجود معاكم، شباب صراحة زي الفل، وبتمنى إن أنتوا تكونوا نواة لفريق وطني بجد وتعلموا الفرق التانية اللي إن شاء الله هنبدأ نبنيها. بشكركم فعلا. بشكركم فعلا، وبتمنى يا رب كده النجاح ليكم كلكم. طبعا متشكر لكم جدا، ما اقدرش اعبر لكم انا فخور بكم جميع هذه. وفعلا حاجه مشرفه وحاجه بتدينا تفاؤل وبتدينا امل كبير في بكره. احنا عندنا فعلا شباب واعي ومثقف ومش في الوطن العربي كله. يمكن انا ربنا اسعدني بان انا حضرت نفس هذا التدريب
ليبيا وفي تونس ومن قبل في المغرب. اللي انا شفته فعلا حاسس ومتفائل مستقبل الامه العربيه هيكون احسن من حاضرنا بكتير، لان الشباب في الدول العربيه فعلا شباب واعد له مستقبل. واسمحوا لي اشكر بصفه خاصه اخواتي وزملائي المدربين اللي شرفوني بالحضور وتركوا كل ارتباطاتهم من اجل تلبيه الدعوه حبا في مصر وفي الهلال الاحمر المصري فاخوهم الصغير محمد، فارجو ان بشكرهم بالنيابه عنكم جميعا. وصدقوني انا حاسس ان انا اللي اتعلمت منكم كتير وربنا يوفقكم جميعا. فريقنا ايه وبعدين اخر الدنيا عندي مجموعه، مش مجموعه، كانوا عندي مجموعه نقاط لكن تناولوها كلها زملائي ما خلونيش ولا نقطه. النقاط تناولوها لكن عندي نقطه مهمه جدا. راح اديكم رقم او نسبه مئويه مخيفه جدا ورهيبه جدا، نسبه تتجاوز 80%. عارفين هي ايه؟ 80%، اكثر من 80% من الحوادث اللي توقع في العمليات في الاتحاد، هذه احصائيات الاتحاد في الجنوب. كل سنه عندنا تقرير يجينا بتاع العمال بتاع الديليجيت بتاع الناس اللي اشتغلوا في ميدان الإغاثة. أكثر من 80% من الحوادث ناتجة عن حوادث المرور. فحذاري حذاري حذاري. لما عملنا أول اكسرسايز في الصباح بتاع الوصول الآمن، الإخوة السواقين الجرايد لما جيتوا السيارة الأولى كانت تمام، والسيارة الثانية كان الباب مفتوح والناس وكأنها في أوتوبيس كده جاية وين رايحة الإغاثة. غيث نفسك طبعا غيث يعني. لا احنا بنضحك صح لكن أبدا واقع جدا. أكثر من 80% من الناس اللي يشتغلوا حوادث السيارة، حوادث مرور، رباعية الدفع، جبال وعرة، سرعة، إفراط في السرعة، إهمال، عدم وضع حزام الأمن. فحذاري حذاري حذاري. سلامتك ثم سلامة غيرك. اوكي؟ ورأيي الخاص، تقييمي الخاص بالنسبة للمجموعة صراحة مش عارف إذا كان زملائي المدربين اللي يشاطرون الرأي، احنا بنتعب كثير. صح بنتعب كثير، بنتعب قبل الدورة وأثناء الدورة وحتى بعد الدورة. نشتغل كثير عشان نطلع ونعمل مجهودنا عشان ننجح الدورة. فأثناء الدورة عادة ما في بعض الأحيان يوقع لنا إحباط. إحباط. لكن الشيء اللي يخلينا نتشجع ونعطي أكثر ونتزود بقوة يعني مرتاح هو المتدربين. لو لاحظنا المتدربين متشجعين ومتعطشين عشان يتعلموا، عشان يحسسونا بأنه عايزين يتعلموا، عايزين ياخذوا منا يعني أكبر عدد يعني قدر ممكن من المعلومات، هذا يشجعنا كثير. لما نشوف الانضباط بتاعهم ونشوف الجدية بتاعهم ونشوف العمل بتاعهم والله يشجعنا كثير. وصراحة أحكي يعني راح أكلمكم على شخصي على نفسي. شجعتوني كثير كثير كثير، ورغم الإرهاق وقلة النوم والعمل الشاق والله شجعتوني كثير كثير وأشكركم وكنتم ممتازين ورائعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنا سعيد بيكم، سعيد بشوفكم. صحيح النهارده وأنا بمر يعني عيني جابت شوية حاجات معرفش صح ولا غلط، فبقيت أراجع الأساتذة. يمكن واحد وافقني، لكن أنا شفت فعلا لو حضراتكم دخلتوا الأوضة بتاعت العمليات أو غرفة العمليات كان فيها رسم بيقول إن الشوارع بين الخيام 15 متر. بتكلم مع الأستاذ محفوظ، فلما لقيتها ما تزيدش عن 5 متر.
طيب لما بصيت على الخريطه دي برضه ادور، يعني المفترض ان انت تحط ساكن فيها عائلات عشان تبقى عارف انت مش حاطط مربعات، انت حاطط فيها ناس. معرفش صح ولا غلط ان تحط فيها ناس، بس امل ان الاساتذه يقولوا لي الصح يتحط فيها اسامي الاسر المقيمه او الافراد المقيمه فيها، ولا ده غلط تتحط فاضيه كده. مش عارف، انا ما استوعبتهاش. الدكتور بندري دلوقتي بيقول 17 تقرير في ساعتين، معناها انا برضو على تجاربي يعني معناها ان انت تربك الاداره اللي فوق، تربكها 17 تقرير في ساعتين. بتديله ايه في الساعتين؟ ايه التقرير بتقول له فيه ايه؟ بتقول له احنا كويسين والحمد لله. يعني 17 تقرير هو بيقولها، يمكن هو ادرى مني، هو افضل كتير في النقاط دي. يمكن انا خدتها بالدراع زي ما بيقولوا او بالسن، لكن 17 تقرير. لان انا لما بكون في القياده فوق ويجي لي تقرير ببقى منهوف عليه، اشوف ايه اللي حصل تحت، انا مش شايف. ف 17 تقرير معناها ان انت ما تزعلش مني يعني، هدها اجهاد رهيب. ليه؟ لان بيقولوا تقرير جه، انا كرئيس غرفه عمليات او واحد في غرفه عمليات بشوف هلاقي ايه في التقرير في 8 دقائق ايه اللي حصل. لابد الاقي حاجه. ليه؟ لان انا يقول لك ابعت لبيك ولا توصوش. فانا لما المفترض ان عندي هنا او في مكان الواقعه بعت قائد انا واثق فيه على حد تصرفاته، او فبيديني تقرير ان هو محتاج او وصلت عنده الخسائر ايه او النظام اللي عنده، فيبقى بالحنيه. ده وجهه نظري، يمكن برضه الاساتذه تراجعني وانا قابل للمراجعه. النقطه الثانيه، الاستاذ في الاتصالات بيقول احنا طلبنا موبايل من غرفه العمليات وغرفه الاداره وبعدين ما ادوناش ويقولوا ادونا. بعتقد ان هو لو هو في الحادثه هيطلع موبايل او هياخد موبايل رئيسه، لان في الحادثه انت بني ادم. صحيح بتبعت للاداره تقول والله انا معيش موبايل، والله بعتوا لنا تليفونات، لكن انت في الاول وفي الاخر بني ادم. يمكن برضو اساتذتنا تراجعني، هل انا ظروفي وهم رجعوا في ظروفي هتسمح؟ طب انا دخلت المعسكر النهارده للاسف الشديد ما حدش وقفني، ما حدش قال لي الطريق فين. صحيح داخل مع قائد مجموعه التدريب كلها، بس انا راجل غريب بالنسبه للتدريب، ما حدش وقفني وما فيش سور في مصور المكان بتاعي. لابد يبقى ما اعرفش، انا اعتقد ان لابد يبقى مصور. برضه الاساتذه تراجعني في الحاجات ديت لان دي فنيات. انا بقول من التجربه او من المشاهده، هم ادرى مني ان يقولوا او يصلحوا. اللي عجبني جدا 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 في كلمه الاستاذ الدكتور بندري بيقول مبروك عليكم ميلاد فريق. التعبير يعني شدني لدرجه ان انا كتبته، او ساعتها طلبت ورقه عشان اكتب، لان ميلاد فريق ده الصح. ميلاد فعلا يعني جنين صغير عايز رعايه، وده مسؤوليه الهلال الاحمر المصري. لابد الجنين اللي اتولد يتراعى على الاقل مره تدريبيه سنويا، ان لم يكن كل فتره شهرين ثلاثه، عشان اكبر الوليد بتاعي. يمكن ديت الاستاذ محمد عبد الله والاستاذ محمد يقولوها، لان الشباب اللي خد معلومه والناس شكرت فيه، فريق التدريب شكر فيه، لو سيبنا المعلومه هتروح منه. لابد ننزله، ولابد ما نديلوش
ركزت في التدريب العملي اكتر من التدريب النظري. حقيقه انا سعيد والله سعيد بيها، وسعيد يعني المدربين اكتر، لانهم برضه زي ما قال الباشمهندس محمد سابوا اشغالهم الموضوع. وسعيد بيكم لان انا امبارح بنت من عندنا هنا بقول لها ممكن نخش كل هي استكفت بالنسبه يا ريتني ما اعرفش. قالت انا عندي امتحان وما دام عندي امتحان ما اعرفش انا لا حقيقي انا انبسطت وسعدت. انبسطت لانها ادت الامتحان الاهميه الجامده دي كويس جدا، والروح عجبتني الروح. لكن مهما كان انت عندنا اهم مسألة في كل الامتحانات كده. انت عندنا اهم يعني لما طلعت من بيتكم وجيتي لابد تاكلي، لان ما انا اكلت بعد الامتحان. وانت لما تكوني في مشكله او في ازمه كان يحضرني فريق الغاثه بتاعنا بتاع جنوب سيناء طلع طابه، يمكن بعضهم يذكر واقع الطابه وضرب الفوت والبتاع. بعد الشغل اول يوم صعب ما كانوش، وثاني يوم لان طابه بعيده عن وربح وطابه اصلا ما فيهاش حد يجيب اكل وبتاع. فتاني يوم وهم بقى قرفوا جداد، قرفوا دم وكده. فالراجل اللي راح يجيب لهم اكل مشكورا راح بقى يعمل معاهم واجب فيجيب لهم كباب، فما عرفوش ياكلوا لانه كباب مع لحمه، مع اللحم اللي شايفينه متبهدل، مع الحاجات اللي الجثث هم بيطلعوها، فكانت مضره الكباب. يمكن لو جاب لهم فول او طعميه كانت افيد لهم. هم ما كانوش الكباب، كانوا عيش حاف.